الحمد لله رب العالمين. أمر بالعدل في كتابه الكريم، ونهى عن الجور والظلم حتى مع الكافرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على نهجه وتمسكوا بسنته وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله عز وجل أمر بالعدل عموما، وأخبر أنه يحب أهله. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: إن الله يحب المقسطين. والعدل هو القصد في الأمور، والعدالة صفة توجب الاحتراز عما يخل بالمروءة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله تعالى على منابر من نار، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. وإن العدل صفة أجرها عظيم وثوابها عند الله كبير. وكل منا قد أمر بالعدل على حسب مسؤولياته في الحياة، فالعدل واجب على الإمام، لقول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم الإمام العادل. والقاضي يجب عليه أن يحكم بالعدل. القاضي يجب عليه أن يعدل في القضاء وألا يجور في القضاء، لقول الله تبارك وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقول الله جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة 3: 2 في النار وواحد في الجنة. رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحق فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق وقضى للناس على جهل فهو في النار. إذا خان الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل
لقاضي الأرض من قاضي السماء. إذا خان الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. ويجب على الآباء أن يعدلوا بين الأبناء في العطية وغيرها، أن يعدلوا بين الذكور والإناث وبين كل واحد من الأبناء. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: إن أبي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا الغلام؟ قال: لا. قال: فأرجعه. وفي رواية: فذهب أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته، فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فلينتبه الآباء لمثل هذا وليعدلوا بين جميع الأبناء. ويجب على الزوج أن يعدل بين الأزواج، بين الزوجات، لقول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. فيجب على الزوج أن يعدل في النفقة والمبيت وسائر الحقوق الزوجية، فإن الله تبارك وتعالى يقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. استمع لوصف القرآن الدقيق: فتذروها كالمعلقة. لا هي زوجة تحصل على حقوقها الزوجية ولا هي مطلقة يتزوجها رجل آخر. اتقوا الله في النساء. وقال تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل. وأحد شقيه مائل أي أحد شقيه ساقط. ويجب أن نعدل في كل الأقوال، العدل في الأقوال والأفعال، لقول الله تبارك وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. أي إذا تكلمتم كلاما فيجب أن تراعوا العدل فيه، ويجب أن تقولوا الحق ولو كان مرا، ولو كان الحق على نفسك أو على أحد الأقربين أو على أحب الناس إليك. يجب إذا تكلمت أن تتكلم بالعدل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، لأن العدل يجب من كل أحد ولكل أحد وفي كل وقت وحين. ويجب على المسلم أن يكون عادلا حتى مع أعدائه من الكفار.
حتى مع أعدائه من الكفار. الدليل على ذلك قول الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. لا يحملنكم بغض قوم صدوكم عن المسجد الحرام، لا يحملنكم ذلك على أن تحكموا بينهم بالظلم، بل يجب أن تحكموا بالعدل حتى مع أعدائكم من الكافرين. وقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل، لأن العدل واجب لكل أحد مع كل أحد وفي كل وقت وحين. لماذا؟ لأن العدل قامت به السماوات والأرض، ولأن العدل محبوب إلى كل النفوس، ولأن العدل به تتحقق المصالح، ولأن العدل يأمن الناس به على دمائهم، ويأمن الناس به على أموالهم، ويأمن الناس به على أعراضهم. ويجب على المسلمين العدل في القصاص، فلا يؤاخذ الجاني إلا بمثل ما فعل. لا يؤاخذ الجاني إلا بمثل ما فعل. قال تعالى: وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى خاتمهم المجتبى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فيا اخوه الاسلام، يجب على المسلمين ان يصلحوا بين الفئتين المتقاتلتين بالعدل. الاصلاح يجب ان يكون قائما على العدل، لقول الحق سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فأصلحوا بينهم. وإذا رفضت فئة الصلح فهي فئة باغية، ويجب على المؤمنين أن يقاتلوا الفئة الباغية حتى ترجع إلى حكم الله، فإن رجعت إلى حكم الله فيجب على المؤمنين أن يصلحوا بينهما بالعدل، لأن الله عز وجل يحب المقسطين. أيها المسلمون، هذا ديننا قائم على العدل في كل أحكامه وتشريعاته. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وتمت كلمة ربك
صدقا وعدلا فهو صدق في أخباره، عدل في أحكامه، لا يقر الظلم والجور والعدوان، ولا يحابي مع أحد، فهو مع الحق أينما كان. وإن دينا هذه صفته لهو الدين الصالح لكل زمان ومكان، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنه يأمر بالعدل حتى مع الأعداء الكافرين. يقول سبحانه: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. إن خفت من قوم معاهدين خيانة فاطرح إليهم عهدهم حتى لا تقاتلهم وهم يظنون أن العهد قائم بينك وبينهم فتكون هذه خيانة منكم. فاذكروا هذا ولا تنسوه. صلوا وسلموا على نبيكم.